وليد مدني مدرب أبناء باقة، فوز أحلى من العسل اليوم على عين ماهي بالدقيقة القاتلة الدقيقة 90. قمت بتغيير جلال أبو حسين ومحمد كبهة قاموا بتسجيل الأهداف. طبعا اخ عمار انت قلت في المباراه احنا كان لازم ان شاء الله بعون الله لازم المباراه نسجل احنا الاهداف بالشوط الاول او الشوط الثاني. احنا ما سجلناش، كان عده فرص لنا سانحه عده مرات انفراد الاخ اللاعب بلال افطيمي مرتين مع حارس المرمى واحنا ما جبناش جوال. فرب العالمين الحمد لله كرب وجوهنا بهمه الشباب طبعا وبرضا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين سجلنا النصر لانه اقسم بالله مستحق اقسم بالله. يعني اذا شفت انت كمان انه انا يعني اول مره بعيط بتاعنا ليغا، بس مش لانه هيك، لانه اللعيبه لما كان بدهم الحمد لله رب العالمين نعم الحمد لله رب العالمين اجل النصر، وهذا النصر احنا بحاجه اكثر من عين ماهي، لهذا السبب احنا لازم نغلب. اليوم كان حماس لدى اللاعبين محمد العايد بعد سماع نتيجه ام الغنم، ماذا تقول؟ وليش في البدايه الحمد لله رب العالمين احنا قبل اي شيء لاعبي اتحاد ابناء باقة الغربيه اثبتنا للمدرب وللاداره ولاهل باقة الغربيه انه احنا لما بدنا نلعب واللياقه البدنيه حسب رايي مضبوط هي في لها اهميه، بس الحمد لله رب العالمين اثبتنا احنا لعبنا بدقيقه 90. انت لاحظت اخوي عمار اليوم احنا اهدافنا سجلناها بدقيقه 85 بدقيقه 90، هذا الشيء بدل على انه اللعيبه عندهم لياقه بدنيه واللعيبه على قد المسؤوليه، واذا واحد في عنده غير عضو الحراف بيجي يواجهنا. ابراهيم ابو مخ حارس المرمى، ما هي شعورك بعد النتيجه؟ باعتقاد اليوم اللعيبه كلهم لعبوا مشان السامي مشان اتحاد ابناء باقة الغربيه، واثبتنا للجميع انه احنا لما بدنا نلعب كره قدم بنقدر نفوز على اي فريق في الدوري، وان شاء الله انه هذا الفوز باعتقادي انطانا الاطمئنان بقاء موسم اخر في الدرجه الثانيه، وان شاء الله انه هذا الاسبوع يكون اللعيبه يتواضعوا على التدريبات لانه عندنا اخرى لعبه نهائي امام ضد الغنم، وان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك يا ابراهيم ابو مخ.